يا صباح الهنا والتفاؤل، فيديو جديد مع حنان اللول. النهارده جايين كده نعمل معاكم العيش المصري بطريقه سهله جدا وبسيطه، ومفيش ابسط من البساطه بصراحه. فيديو النهارده بسيط جدا جدا وعلى الطبيعه، ويلا نشوف عملناه ازاي. مبدئيا نصلي على النبي ونشوف الجمال ده اتعمل ازاي بمكونات كلها موجوده في البيت. وبصراحه بالنسبه لي ده احلى عيش تاكليه من ايدك بنظافه، وكمان عاملة كل حاجة على إيدِك وقدّام عينِك، ونخلة الدقيق كويس جدًا، وكمان الردة نضيفة. يالّا نسمّي بسم الله، وما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير تعليق حلو منِّك كده يا ست الكل. هنسمّي بسم الله ونشوف أي كمية دقيق موجودة عندِك حابة تستخدميها. أنا النهارده هاستخدم 5 كيلو دقيق أو أقل شوية، زي ما نخلتهم كده زي ما واضح معاكم على صينية كبيرة. جبت بقى معلقتين خميرة، والخميرة دي كانت مطولة عندي شوية، فأنتِ نصيحة مني تضيفي معاها لو شاكة في الخميرة بتاعتِك إن هي مش نشطة، تضيفي معاها معلقة سكر بتزود سرعة التنشيط للخميرة، ومعايا معلقتين ملح صغيرين، المعالق بتاعة الشاي الصغيرة. تمام كده. جبت بقى أي بولة، طبق، أي عجان عندِك، أي حاجة واسعة أنتِ هتعجني فيها. ضفت في الحلة بتاعتي اللي أنا هاعجن فيها كمية الدقيق، هانزل عليها بالخميرة، وأنا كترت الخميرة شوية علشان ما كنتش متأكدة منها إن هي نشطة ولا لأ. تمام يا ست الكل. وضفت عليها الملح. انت بقى نصيحة مني لو هتضيفي خميرة معلقة واحدة أو معلقة ونص، ضيفي معاها معلقة سكر. هنجيب بقى المية الدافية بتاعتنا. العيش الضلي أو العيش المصري بيتعجن بمية دافية يا جماعة. تمام لحد كده؟ لا طبعا مش تمام، لازم تعملي لي لايك وشير وتعليق حلو منك كده، فضلا وليس امرا. هنعجن بقى، وعايزه اقول لك طريقه العجن لازم حتما ان انت لازم تعجنيه كويس جدا، ما يكونش فيه تكتلات. تفضلي تاخدي وتدي كده في العجين لحد ما تكفريه معاكي. سوري يا جماعه، بس العجين لازم يكون زي الملبن. طبعا الشغل ده ما نفعش معايا خالص، سبت التليفون من ايدي وقعدت اخد ودي في العجين واضرب فيه فوق تحت واللي تحت فوق واليمين شمال والشمال يمين لحد ما بقي معايا زي الملبن. لو تلاحظوا في الوقت ده انا كنت عامله الفيديو بالليل، قمت الساعه 3 بالليل لقيت كميه العيش الموجوده في البيت قليله، فقلت لا، الدقيق عندنا والرد عندنا وكل حاجه الحمد لله، والفرن موجوده، يلا بينا نعمل حبه العيش الجمال دول نفطر بيهم كده طازه. تمام. قمت بقى مصوره الفيديو ده الساعه 3 بالليل، وقمت لوحدي طبعا، وهتلاحظوا معايا ان احنا النور هينور علينا بعد الفجر كمان، الشروق، كل حاجه هتكون واضحه معاكم في الفيديو. عجنت العجين كويس جدا، وهنا هتلاحظوا مقدار العجين ان انا سايبه مكان للتخمير. جبت بقى غطا الحله، وبالمناسبه غطا الحله ده مش بتاعها اللي لقيته جنبيه كله شغال. في الوقت ده كان الفجر أذن، وقمنا نصلي ورجعنا نسمي الله. ركنته على جنب وغطيت العجين بتاعي بحاجة تقيلة علشان يدفى معايا. هنا طبعا عندنا مقارص لازم تقطعي عليها، أنا مش عندي، فجبت الغطيان بتاعت الجرادن دي. طبعا انتي مش موجودة عندك الغطيان دي، وفي شقتك تقدري تستخدمي الطباق الصيني أو الطباق الميلامين، أي حاجة مفلطحة كده تكون واسعة تعرفي تحط عليها رغيف العيش. جبنا الردة بتاعتنا والمنخل السلك. تقدري بقى ان انت لو الرده بتاعتك نظيفه تعمليها بايدك، ترشيها على المقرص او الغطا او الطبق ايا كان انت هتستخدمي ايه. تقدري طبعا تعملي الرده في صواني كبيره زي اللي انا حاطه عليها الغطا ده، وتقطعي عليها رغيف العجين او رغيف العيش. تمام. خلاص كده خلصتهم كلهم بالرده، وانا هنا كنت مدفيه العجين بتاعي ببطانيه كده، مش بستخدمها غير للعجين، بدفي بيها العجين وبسيبها على جنب. هنا كان في الوقت ده عدت نص ساعة والعجين بتاعي اتخمر. طبعا لو الخميرة معاكي نشطة هيتخمر أسرع من كده، ممكن ما يكملش معاكي ربع ساعة كمان. شايفين المستوى بتاع العجين زاد حبة، وكمان في فقاعات كده، ده دليل ان العجين بتاعك تخمر تمام. هنا بجيب طبق بقى وفيه حبة دقيق، وبنبدأ نسمي الله. نسمي الله. وهنا كان قمت صليت الفجر وبدأ النور ينور حبة. تمام. بقطع بقى العجين على قد الرغيف اللي انا محتاجاه، وبروح حطاه في الدقيق وارفعه من الدقيق على بقى وشه وحطاه على الرده. اخلي الحته اللي فيها دقيق هي اللي من فوق زي ما واضح معاكم كده. وعايزه اقول لكم ما تنسونيش في اللايك وتعليق حلو منكم فضلا وليس امرا. نصلي على النبي يا جماعه، وعايزاكم تقولوا رايكم في الفيديو ده بصراحه.
كان فيديو حابينه ولا مش مستحب. تمام، هنقطع كل العجين بتاعنا بالشكل ده ونسيبه بقى يريح 10 دقايق بعد التقطيع او التقريص على الغطيان او الطبقة اللي عندك او المقارص لو يمكن ومسموحة عندك. احنا عندنا المقارص في الصعيد بنعملها بالطينة وبالفخار وبالورق كمان. خلاص كده، انا بقى الجو كان برد عندي لان الفيديو ده معمول في بداية الشتاء، فغطيتهم بملاية. ما تخافوش الملاية مش هتلزق فيه لان انا عاملة مبطناه بدقيق فمش هيلزق، وانتي برضو تلاحظي كل حاجة بنفسك. شغلنا بقى الفرنة بتاعتنا وكان الصبح صبح بقى ونسمي بسم الله. اول رغيف هيطلع معاكم في الفرنة بصراحة هو مش بيبقى حلو، يعني اي رغيف يعني ممكن بتحصل كتير مع ناس كتير، اول رغيف مش بيبقى حلو. بس كان شغال، هتشوفوه معانا دلوقتي وهي عايزة رأيكم في العيش ده يا جماعة. جربوه، حاجة سهلة جدا وبسيطة، تقدري ان انت كمان تعمليه في فرن البوتاجاز. جبنا المطرحة بتاعتنا دي، والمطرحة عندنا في الصعيد بتتباع فين؟ بتتباع عند في الأسواق. تمام، اي سوق عندكم في الصعيد بتتباع هناك. تمام يا ست الكل. جبنا بقى من اول رغيف احنا قطعناه بنبدأ ان احنا نخبزه. ده الطريقة بتاعت الرح بتاعتنا. يعني ممكن يكون انا مش متمكنة قوي لاني انا مش صعيدية قوي، فاتعلمت الحاجات دي من نفسي كده لما بشوف والدتي او اي حد. والدتي برضو مصرية فاتعلمت زي ما انا اتعلمت كده من نفسها. طبعا لما بنشوف اي حد عندنا في الصعيد فان احنا بنتعلم منه. تمام، بفضل بقى ارحه لحد ما تكون مدوره كلها على المطرحه كويس جدا وبرصها على الصاجه بتاعتي. تمام، الفرنه دي اسمها فرن آلي بتتخبز عليها، وكمان تقدري تخبزيه في فرن البوتاجاز بتاعك اللي هو البوتاجاز الاربع عيون. تمام، وبعد كده بترصي الفرن بتاعتك من 4 أرغفة ل5. لو الفرنة بتاعتك كبيرة بتشيل 6 أرغفة أو 7 كمان. تمام يا ست الكل. ونصيحة مني، أول ما تحطي الرغيف وترحيه على وتيجي ترميه على الصاجة، خلي النار اللي تحت أضعف شوية من النار اللي فوق اللي هي الشواية. بالشكل ده هتلاقي الرغيف يقب معاكي. وده كان بسم الله ما شاء الله أول رغيف. لازم طبعا أوريهولكم، وما تنسونيش بقى في لايك وشير لحنان اللول. ده كان اول رغيف معانا بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم بالمناسبه انا فطرت بيه بجبنه قديمه وخيار وطماطم وكوبايه شاي جنبهم. ده كان الفطار بتاعي وانا بعمل العيش الجميل ده. عايزه اقول لكم العيش ده حلو جدا، احلى كمان من بتاع الافران. بالمناسبه ان انت كمان عاملاه قدام عينيكي، ونخله دقيق كويس جدا، وكمان الرده نظيفه. الرده يا جماعه مش بنشتريها، الرده احنا بنطحن الذره بتاعتنا القمح، وبيجي لنا الرده معاها، وبيجي لنا دقيق اسمه دقيق سن بيبقى غامق قوي، وبيجي لنا الدقيق اللي هو الطحين بيجي لنا دقيق فاخر، ودقيق درجه تانية يعني بيكون اغمق شويه بس برضو فاخر. فاحنا بنخلط من كل نوع دقيق وبنحط عليه فاخر اللي هو بيتباع شرا. وده كان تاني رغيف لينا. ولو تلاحظوا ان كل العيش معانا ما شاء الله قابب ومنفوخ كده، وحاجه زي الفطير يا جماعه، حاجه كده تحفه. زي ما قلتلك نصيحه مني، تخلي الفرنه من تحت هاديه ومن فوق الشوايه عاليه شويه وتتابعيها علشان ما يتحرقش منك. تهديها وتحركي مكان الرغيف بعد اول دقيقه تحطيه. اول ما يقب معاكي الرغيف تقدري تحركيه، قبل كده ما ينفعش ان انت تحركيه من مكانه. تمام يا ست الكل. وتتاكدي ان الفرنه بتاعتك ما تكونش بالشيط ولا تحرق من جنب. لو انت بقى يا ست الكل مش متمكنه قوي في حكايه الراحه وانك تمسكي مطرحه، تقدري زي ما هو في الطبق او في الغطا اللي معاكي ترحيه، وبعد كده تحطيه على المطرحه. اول ما تبداي ترحي تنزلي منه الرده، وبعد كده تبلي ايدك حبه زيت او ميه وتفردي الرغيف بكل بساطه من الاطراف وتملي بيه المطرحه. وطريقه الرمي طبعا بتلحقي ترميه بسرعه على الفرنه علشان ما يلزقش منك من المطرحه في المطرحه. هي حركه صعبه شويه على اي حد جديد في حكايه ان هو يخبز من نفسه في البيت. تمام، زي ما انت شايفه كده الرغيف اصلا حجمه كبير، يعني احنا بنعمل الرغيف حجمه كبير. انت حابه تصغريه براحتك علشان يكون سهل عليكي لو انت اول مره تعمليه في البيت. تمام، بتنفضي بقى منه الرده الاول، وبعد كده تبداي ترحي بالشكل ده على شكل دايره كده.
واحدة واحدة تقدري إن أنتِ تتعلمي. عندنا في الصعيد كنا زمان علشان نتعلم الحاجات دي بنعجن الطينة ونحطها على أي خشبة أو كرتونة نتعلم فيها. ممكن يكون الحوار بيضحك شوية، بس دي كانت أحلى لحظات عندنا، لحظات الطفولة. بالشكل ده اتعلمنا وبقينا شطار في بيوتنا، ولله الحمد كل حاجة بنعملها لنفسنا مش بنحتاج لأي حد. عايزة أقول لِك والدتنا زمان كانت بتجيب الدقيق اللي هو زي ما قُلت لكم الدقيق اسمه سِن، أو الدقيق عندنا اللي هو الذرة الجِدي اسمه كده في الصعيد، هو مش بيتاكل، بس بيتعمل بيه حاجات تانية، وكمان بيتدش نُص تكسيرة كده ويحطوه للمواشي أو لأي طيور عندِك. فكانوا بيطحنوه ويخلّونا نتعلّم فيه. بالشكل ده بصراحة تقدري إن أنتِ تعلّمي أولادِك في الصعيد بكل بساطة. شايفين طبعًا العيش معانا كُلّه قابب بسم الله ما شاء الله. وعايزة أقول لِك لو أنتِ طبعًا عايزة تحمّريه أزيد من كده تمام، لكن الشكل ده تمام وزي الفل. عايزة أقول لِك إن أنا أكلت رغيف كامل أنا وقاعدة عقبال ما خلّصت الخبيز ده كُلّه. أكلت رغيف بجبنة وطماطم وخيار وكوباية الشاي طبعًا. ده كان أحلى فطار وأحلى أكل بالنسبة لي. جربوه يا جماعة في البيت، سهل جدًا وبسيط. وعايزة أقول لِك دي الكمية اللي أنا عملتها حبة دقيق قليلين، يعني ما يكملوش كمان 5 كيلو ولا أي حاجة. أنا أخدتهم بالبركة كده وحطيت عليهم الخميرة والملح وعملتهم أحلى 40 رغيف. يعني ما شاء الله قعدوا معايا كام يوم، قعدوا معانا 5 أيام حلوين جدًا وحاجة كده تحفة. طبعًا إحنا مش بناكل 24 ساعة عيش بس، لأ طبعًا بنعمل رز، مكرونة، لسان عصفور، الحاجات دي كلها. صحتين وهنا. أتمنى فيديو النهارده يعجبكم، ما تنسوش لايك وشير، تعليق حلو لحنان الليل، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله